144 411 على راديو جون تونيزي باج اوفيسيال. عشويتنا تتواصل مع نزار اللي رافقني في الجانب التقني بعد محمد عنتول نسلم عليه برشا ثنيا زينة محمد، وباش نكملوا مع فقراتنا واستضافتنا فقرة نوتري كونساي. نوتري كونساي في الفقرة هذه كما قلت رحاب جلاسي أخصائية التغذية هي التأمن هنا. أهلا وسهلا بك رحاب وعامك مبروك. عسلامة أميرة، إن شاء الله عامك مبروك، وإن شاء الله يا ربي عام 2021 يكون عام مبروك علينا الكل. امين. رحاب مرحبا بك معنا، ان شاء الله سنه النجاح بالنسبه لك انت وسنه التحقيق الاماني. اكيد كما كل انسان عندك برشا امنيات ان شاء الله يتحققوا لك في العام هذايا. اما برشا من امنياتهم انهم يضعفوا، انهم يرجعوا للياقه نتاعهم، انه يكونوا في ستيل معين ويبداو مرتاحين مع بدنهم، وبرشا يحبوا يرجعوا للحمية الغذائية متاعهم والا اللي قاسوا عليها والا اللي خموا باش يبداوها. شنو ما اهم النصائح بعد التبلبيز متاع راس العام ومتاع اللي تعدى في البريود اللي فاتت الكل؟ كيفاش نجموا نصلحوا، كيفاش نجموا نأهلوا ونحضروا بدنا معناتها الحمية صحية متوازنة وفي نفس الوقت ما هيش صعيبة، تكون عبر مراحل. كيفاش نهيئوه البدن؟ صحيح، هو خلينا نقولوا عام 2021 ان شاء الله يكون عام التحديات، ومن بين التحديات هذه انها نصلحوا في عاداتنا الغذائيه. ما نحبش نقول كلمه نغيروا خاطر ممكن تظهر صعيبه شويه، اما نقول نحسنوا ونصلحوا من العادات الغذائيه نتاعنا. ودايوغ انا ما حبيتش مثلا نعملوا نوتري كونساي سبيسيال ريفيون، خاطر يعني ما هو الا عشاء باش يكون اون فامي مع عباد نحبوهم، دونك ما نحبوش نحرموا رواحنا، مش ناكلوا هكا ماكله سبيسيال نحسوا رواحنا مفروزين. اما ابارتير من اليوم نهار جديد عام جديد وقايد باش نبداو في صفحه جديده ونصلحوا التبلبيز اللي صار الكل. اكيد للتصليح. دونك اول حاجه نبداو بها هي نصفيو بدنا، يعني الدخان والمشروبات الكحوليه وهذوما الحاجات اللي فيهم سموم كبيره ماذا بينا نتجنبوها وما عادش نستهلكوها. دونك ناخذوا نعملوا ديما لي انفيوزيون، نعملوا لي تيزان على طول النهار ماذا بينا يكونوا سون سكر، كيما الزنجبيل، القرفه ياسر باهيه، الكليل، التاي تو سامبلومون، هذوما ديما ناخذوهم على طول النهار. عندنا الماء بيان سور، ما ننساوش شرب الماء مهم ياسر، كو سوا يعني ماء عادي والا العبيد اللي هكا ممكن يتقلقوا ولا يشدوا هكا شويه اوكي ينجموا يعملوا ماء يكون اروماتيزي فيه شويه قارص فيه ورق نعناع زنجبيل مقصوص هكا، منا نشربوا الماء ومنا زاده نستمتعوا. اي بالحق، على خاطر برشا يقول لك ما نشربش الماء سورتو في الشتاء. فوالا اي صحيح، خاصة الشتاء ننساو ما نشربوش الماء فيه الحق، هكا الصيف هكا خاطر فاكتور شالور هكا السخانة والكل نشربوا، اما في الشتاء ننساو. دونك هكا على الاقل حل نطعموا الماء نتاعنا بهكا قارص زنجبيل حاجة هكايا باش نجموا نشربوه. قبل ما باش نحكي على الماكلة ثم حاجات تظهر بسيطة ياسر اما راهي عندها تأثير كبير. اول حاجة الصحن اللي نفطروا فيه راهو مربوط، يعني الصحن مربوط ياسر بكمية الحراريات اللي ندخلوها لبدنا. يعني مثلا إذا كان أنا الصحن اللي نفطر فيه يكون كبير شوية، دونك انكونسيامون من غير ما نشرب باش نعبيه الصحن هذيك، اي فوالا دونك باش نولي ناكل برشا. ما انت لازمنا نصغروا في الصحن قد ما نجموا. فوالا هذه حاجه تظهر بسيطه ولكن عندها تاثير كبير. ان الصحن نتاعنا يكون نختاروه يكون متوسط والا صغير شويه، وفي الحاله هذه حتى ولو كان باش نزيدوا معناتها نكملوا صحننا ونزيدوا نكونوا واعيين. يعني فوالا كملت وهاني باش نزيدوا نكون واعي، مش كما يكون صحن كبير ناكل برشا من غير ما نشعر. الحاجة الثانية ناكلوا احنا مرتاحين، خاطر اذا كان عبد باش يكون ماهوش مرتاح اكا شارج ايموسيونال هذيك اللي عنده غش والا قلق باش تولي تتحول معناتها تترجم سو فورم ان اكت كومبورتمونتال. شو معناتها الكلام هذا؟ يعني لي زيموسيون والقله الراحه اللي نحسوا فيها هذيك باش تترجم لتصرف اللي هو عباره على ان ناكلوا شو نفشوا غيظنا في الماكله. دونك باش ناكلوا برشا وهذا زاد كيف عنده ريبركسيون حتى على عمليه الهضم. الماكله باش ناكلوها ماهيش تهضم مليح ومش نتقلقوا. ثالث حاجه لازمنا نمضغوا مليح، لازمنا نمضغوا الحاجه اللي ناكلوها. علاش؟ باش المعده تفهم اللي راهو فما ماكله دخلت الجسم، وهوني المعده بدورها باش توصل ميساج للجهاز العصبي وتقول له راهي فما ماكله وراهو فما احساس نتاع شبع باش يظهر.
فوالا هذيا باش تخلينا نحسوا بالاحساس الصحيح نتاع الشبع. باش نسألك على حاجة أخرى ممكن حتى للشباب والمراهقين، برشا اللي ما ياكل كان قدام التلفزة، هل هي فعلا من العادات السيئة اللي تنجم تخلي الإنسان ياكل أكثر من اللازم؟ صحيح، هو فما برشا دراسات صاروا هذيا شنو هما لي فاكتور اللي ينجموا ياثروا على معناتها كميه الماكله اللي باش ناكلوها. التلفزه باش تخلينا ما نركزوش، ما نكونوش واعيين قداش كلينا، باش نبداو نركزوا نتفرجوا باغ اكزومبل، والماكله اللي قدامنا دونك باش ناكلوا ماناش باش نشعروا قداش كلينا. دونك وي التلفزه والهكا الحاجات باغ اكزومبل فيلم حاجه اي حاجه واحد يتفرج فيها باش تضيعوا وماهوش باش يركز على الحاجه اللي ياكل فيها. دونك دو بريفيرونس ناكلوا اون فامي في الطاوله مع اصحابنا هكاك يكون خير. توا نجيو للماكله، توا بعد ما حكينا هكا على كيفاش يعني هكا الحاجات البسيطه، توا باش نجيو للرسمي اللي هي الماكله. الوغ الخضره عمرنا ما نستغنيو عليها، لازم ديما تكون موجوده، كاش سوا في فطور نص النهار، في العشاء، وعلاش ليه حتى في فطور الصباح. باغ اكزومبل نعملوا اومليت فيها شويه بصل، فيها شويه سبناخ، نقصوا كعبه طماطم، علاش ليه هذه عاده غذائيه نجموا ندخلوها بشويه بشويه في ماكلتنا. الخضره علاش ديما نحبوها؟ اولا كما نعرفوا الناس الكل فيها الالياف اللي تشبع، اللي تعدل في معدل السكر في الدم، اللي تحسن من الترانزيت انتستينال. كيف الخضره غنيه ياسر بالمعادن وبالفيتامينات، خاصه الفيتامين سي وهكا كيل جروب دو فيتامين بي اللي هما لازمين باش الجسم نتاعنا يخدم كونفينابلومون. وكيف زاد نلقاو فيها لي زونتي اوكسيدون اللي هما مضادات الاكسده، عباره على حمايه للجسم ويقويوا الجسم. وبيان سور اهم حاجه بالنسبه للعباد اللي في الريجيم هي تري بو كالوريك. عمرنا ما نحسبوا لي كالوري اللي جايين من خضره، خاطر ما حاجه بسيطه ياسر ما تتحسبش. دونك الكونتيتي هوني ما عادش نوليو نحكيو على كونتيتي، ناخذوا قد ما نجموا من السلطه وباقي شويه. ما ننساوش لي بروتيين، الحوت، اللحم، الدجاج، العظم، الحليب، الجبن، زاد كيف هذوما مصدر نتاع بروتينيات اكيد. اي يكونوا موزعين على طول النهار، وبطبيعه طريقه الطهي ماذا بينا تكون صحيه. نتفاداو المقلي، نتفاداو البانور، دونك ماذا بينا ديما ماكله تكون مثلا في الفور، يعني لي بروتيين نتاعنا يكونوا في الفور والا جريي هكاك تكون افضل. ثالث حاجه عندنا النشويات، ديما انا نركز عليهم ونحكي عليهم، اللي هما الدبابش، الفول، الحمص، العدس، اللوبيا، هما راهم هذوما برمي مهمين الابيتود اليمونتير نتاعنا التونسيه، مهمين. اي سي هما من عاداتنا التونسيه، معناتها حاجه باهيه ناكلوها. البرغز كيف ما نحكيوش عليه برشا، لوغ هو كيف من عاداتنا التونسيه وفيه قيمه غذائيه مهمه. البسيسه، الشوفان، الروز، الخبز، بيان سور هذوما يكونوا مهمين، يكونوا موجودين في الماكله نتاعنا. اما بالطبيعه الكميات وني تختلف حسب الحاجيات. ما ننساوش الغله، كعبه كعبتين نقسموها على طول النهار. باش نجي توا اخر نقطه نحكي عليها اللي هو التنويش. اكل الجوع هذاك كسوا في نص النهار، يعني في وسط النهار والا في الليل. الوغ الجوع هذاك عاده راهو المصدر نتاعو هو القلق مش الجوع. يعني كي واحد يحب ياكل حاجه راهو جست قلق. دونك شنو نعملوا؟ نشربوا الماء، نفسوا من رواحنا، نفسوا رواحنا شويه، نشوفوا اسكو بالحق احنا مازلنا جيعانين والا راهو جست معناتها جوع نتاع قلق. صحيح، فما برشا ياكل يقول لك ناكل من القلق ما نحسش بالجوع. ما ولا هاو كان نحب حاجه ناكلها وكهو. دونك نعملوا احنا باش نثبتوا من هذيا، نشربوا الماء، او كان المعده تعبات بالماء، نشوفوا كان بالحق مازلنا جيعانين ناكلوا حاجه، سينو راهو ما نستحقوش. الوغ كنا جيعانين شنو ناكلوا؟ عاده العباد تختار حاجه حلوه سكري هكا، بسكوي حاجه. الوغ ماذا بينا نتجاوزوا لو ماكسيموم سكر رافيني، حاجات هكا هذوما اللي رافيني نتفاداوهم. شنو ناخذوا حفنه نتاع فواكه جافه مثلا موز، تحسس بالشبع. هذيا كيفاش قلت لي؟ تحسس بالشبع، تخليك عندك الاحساس بالشبع، ما تجوعش برشا، ما تاكلش اكثر من اللازم. بالضبط. وهي زاد فيها كميه نتاع حريريات هامه، دونك كميه صغيره تكون ديجا كافيه. وبالطبيعه نجموا مع هذه نزيدوا كعبه الغله اللي حكينا عليها قبيله. ما ننساوش لاكتيفيتي فيزيك، حاجه مهمه ياسر، راهي حتى المارش فرصه هاكا نبداو العام الجديد زاد بالسبور للناس اللي عندها برشا ما دخلتش سال دو سبور.
فوالا كو سوا سال دو سبور. وبالنسبه للعباد اللي ما عندهاش وقت راهو ميسالش حتى مارش راهي باهيه باش حتى في طريق الخدمه، في طريق القرايه تنجم تنحي حاجه من حتى محطه من الترونسبور وتمشيها على ساقيك مثلا. فوالا معناتها باغ اكزومبل في عود لاسونسور الدروج، يعني نجموا هذوما حاجات ندخلوها في حياتنا، معناتها الاكتيفيتي تدخل في حياتنا. دونك فوالا نحاول نسمعوا بدنا، ما نحرموش رواحنا. مثلا اذا كان باش نخرج نتعشاو برا ولا حاجه هاوكا ديما راهي اكل خضره تكون موجوده، كميه النشويات تكون محدوده شويه، مصدر البروتينات يكون موجود. دونك فوالا اهم حاجه هذوما هكايا نصائح، هذوما لي باز اللي باش نبداو بها ان شاء الله. عام 2021 يكون عام متاع صحة بنتي ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. يعطيك صحة يا رحاب، شكرا ليك اخصائية التغذية رحاب جلاسي على النصايح هذه. هكا اللي خمم عنده برشا يخمم يحب يرجع للرجيم ولا يعمل حمية خاصة، يلقى كل التفاصيل والنصايح بالطبيعة في فقرة نوتري كونساي مع رحاب جلاسي. احنا موصلين